الكثيرون للأسف ينسون أو يتناسون أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة كما ينص على ذلك الفصل 46 من الدستور أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه. كثيرون ينسون مثل هذه الأحكام التي وردت في نص الدستور الذي صادق عليه الشعب التونسي، أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان هذا الحق على أساس الكفاءة والإنصاف وفي ظروف لائقة وبأجر عادل. والاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى للاستقرار بوجه عام، فلا استقرار دون عدل ودون إنصاف. ومشروع التنقيح لا يستهدف أصحاب المؤسسات، فكما يسعى صاحب المؤسسة مهما كان حجمها إلى الربح الذي يجب أن يكون شرعيا ومشروعا، من حق العامل الأجر العادل والاستقرار. ومن يعمل أيضا على أن يضرب حقوق العمال أو يغبطهم حقهم كما حصل منذ 2024 يتحمل المسؤولية كاملة، فقطرة عرق واحدة من حقوق عامل أو عاملة هي أمانة في أعناقنا، ولا بد من حمايتها. لا يمكن أن تذهب هذه السنوات التي قضوها في ظروف غير عادلة أن تذهب سدى، وليتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة. إن الثورة التشريعية التي نعمل من أجل تحقيقها لا تكون بالرتق وبتشريعات ظاهرها حل وباطنها عكسه ونقيضه.